قريبة العيد. جايبين هنا معانا طريقة سهلة بسيطة لعمل قريبة، مقادير صغيرة ممكن تجربيها مش هتخسري حاجة، بس النتيجة بتاعتها تحفة. المقادير احنا عاملينها بالكوباية وبالجرامات، تشتغلي بالجرامات ماشي، هتشتغلي بالكوباية ماشي. دي النتيجة بتاعتها اللي طلعت حاجة روعة، حاجة عظمة. مطبخ الشيف خالد زي ما عودكم، وعمل الكحك ادي الغريبة، وان شاء الله هنعمل بيتي فور العيد وبسكوت العيد. النتيجة بتاعتها روعة، دي الغريبة السادة. شوف حاجة روعة. هتمشي على المقادير خطوة خطوة، وتابع الفيديو للآخر ونبدأ مع بعض على طول. مقادير قريبة، معانا كوباية سمنة 200 جرام، عبيناها وحطيناها في التلاجة ربع ساعة كده تجمد شوية. وعندي 3/4 كوباية سكر، حوالي 150 جرام سكر. وعندي كوبايتين ونص دقيق عاملين 300 جرام. عندي هنا معلقة لبن بودرة، عندي باكون فانيليا. هنزل بالسمنة، هنضرب السمنة بالمضرب، عندك مضرب كهرباء ماشي، مضرب سلك ماشي، لحد ما لون السمنة يفتح معانا. الخطوة دي مهمة جدا، هتطلع معاك النتيجة حلوة قوي. كل ما لون السمنة بيفتح انزل بعد كده السكر البودرة. هنقعد نضرب لحد ما يختفي السكر خالص مع السمنة، ميبقاش محبب كده. وده بيعتمد عليه نجاح الغريبة. شوفوا اللون ابيض ازاي، بقت عاملة زي الكريمة. متستعجليش عشان النتيجة تطلع مظبوطة. اللبن البودرة، الفانيليا هتدي ريحة حلوة. نقلب كويس. كده طبعا احنا خلاص خلصنا عند ما خلصت الضرب كده خلاص يبقى الموضوع خلص. هنزل بعد كده بالدقيق، كوبايتين ونص، يعني 300 جرام. بسم الله، صلوا على رسول الله. نقلب العجينة كده، مش هنعجن انما احنا ايه، هنلم العجينة لمان كده. العجينة دي مش هتاخد اي سوائل معانا، هي كده بس.
ان شاء الله هنعمل البسكوت برضو. دي العجينة كده، العجينة اتلمت اهي. ناخد حتة نكورها، نحط صبغة عليها، مش هتلزق ولا حاجة، بس صبغة فيها عجين كده تمام. هسيبها ترتاح في التلاجة 10 دقايق. هكون سخنا الفرن بتاعتنا، ونبدأ ناخد حتة صغيرة ونكور تمام. هنعمل فيها كده بصمة صغيرة. لو انت عندك مكسرات هتحشي بيها، فول، فستق، بندق، لوز. احنا هنا هنعملها سادة. عارفين ظروف بعض. ما تكبريش الكور دي، لان الكور دي هتكبر شوية لما تخش الفرن. كده تمام. هنا هنبصمها كده، هي كده الشكل الافضل ليها. عايز تعمليها بالشوكة من فوق براحتك، كل ده اختياري ليكي طبعا. عايز تضغطيها بصبعك ضغطة بسيطة ماشي. هنكون مسخنين الفرن، هتخش معانا في الرف اللي في النص. تاخد في الفرن حوالي 25 ل 30 دقيقة. كده بعد ما طلعت من الفرن، بسم الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شوف الجمال والحلاوة، شوف انتهت عاملة ازاي، حاجة روعة، حاجة احسن ما تشتريها من برا. لا، هنعمل كل حاجة في البيت. ما تنسوش تتابعوا قناة مطبخ الشيف خالد صانع بيتزا النجوم. هيجيب لكم كل حاجة زي ما تحبوا.